بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة في قناتكم للأهلي جنود مع هاني عثمان. في البداية قبل ما نتكلم عن النادي الأهلي وعن عودته للدوري الممتاز، مش عايز أقول عودته للصدارة، لأن النادي الأهلي حتى في خلال غيابه عن الدوري هو دايما موجود على الصدارة، فهو عاد للدوري لكن ما عادش للصدارة لأنه أساسا متواجد على الصدارة رغم عدم مشاركته ووجود ماتشات بينه وبين أقرب منافسيه. 4 ماتشات بيراميدز لسه ما تلعبوش. قبل ما اتكلم عن الاهلي وعن اللي حصل واللي عجبنا والمنظر الجديد وكولر، عايز اتكلم عن درسين. دايما بتلاقي قيمة الاهلي وعظمة الاهلي وحق الاهلي بيبان حتى لو الاهلي مش مشارك، لمجرد ان حد بيتكلم عليه او حد بيلقح عليه او بيهاجمه، فمع الاوقات تظهر قيمة ومعدن الاهلي. هما رسالتين وحاجتين سبحان الله حصلوا يمكن امبارح. الموقفين، اول موقف يخص النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي امبارح كان في فيديو منتشر على السوشيال ميديا لواحد من الاسماعيليه موقف سواق على باب الله بعربيه ربع نقل كده وحاطط بادج الاهلي، موقفه وامره بالعافيه طبعا في بلده بقى يشيل البادج من على العربيه ويصور فيديو وهو بيشيل البادج وهو بيقول له شيل العلم ده، مفيش اهلاوي يخش الاسماعيليه. الحقيقه انا عايز بس قبل ما اقول له، يعني النهارده بالصدفه سبحان الله يشاء القدر ان النهارده في الاسماعيليه وفرقه درجه تانية فرقه النجوم تيجي تكسب الاسماعيلي في الاسماعيليه 2-0 وتخرجوا من بطوله كاس مصر من دور ال 32. وهم اللي بيتحججوا دايما ان اسباب المشاكل والدنيا ان الاهلي يجيش يلعب في الاسماعيليه ويجي فرقه من درجه تانية تلعبهم في الاسماعيليه وتخرجهم من الكاس في الاسماعيليه، وبيطلبوا ان الاهلي يروح الاسماعيليه. شيء غريب يعني، مع ان تاريخيا اكتر من 6 مرتين احنا كجيل شفناهم كانوا في الاسماعيليه. ولكن القدر يشاء ان يترد لهم اللي كان بيحصل وبيتباهوا بيه وبيتنقلوه بين صفحات الاسماعيليه. المشهد ده النهارده يجي فريق زي فريق نادي الاسماعيلي يخسر في ملعبه، والحكم الاسماعيلاوي اللي قدر يوصل الزمالك على حساب نادي درجه تانية وهو نادي بروكسي وليد عبد الرازق، تشاء برضه الظروف ان النهارده فرقته تخرج من كاس مصر من فرقه درجه تانية. وزي ما اكون بقول لكم ان هي المساله مساله نوايا، المساله مساله كل واحد جواه ايه. يمكن انا ليا واحد من اصدقائي القريبين جدا مني هو زملكاوي وزملكاوي جدا، جه في مره قال لي انا ساعات بقعد ابص كده اقول هم الناس دول الخير واحنا الشر، من كتر ما بيشوف النادي الاهلي ربنا بيكرمه في انتصارات على مستوى حتى الافراد. كابتن محمود غدور بنشوف تكريماته هنا وهنا والتقدير المجتمعي ليه سواء في مصر ولا خارج مصر. ف اللي حصل في الاسماعيليه النهارده بعد الموقف ده، انا عايز اقول بس للاخ اللي وقف الراجل صاحب العربيه دوت قال مفيش اسماعيلاوي يخش هنا، وفي منه على فكره كتير في الاسماعيليه، هم مش كتير كاعداد رهيبه ولكن كتير كالمكان اللي موجود فيه. عارفين هو بس حته جماهيريه الاسماعيليه كلها قد كده. ولكن عايز اقول له ان صدقني الانسان اللي بيحقد المحقود عليه مش حاسس بيك ولا شايفك اصلا، وماشي في طريقه وعمال يشتغل وعمال يحقق نجاحات ومش سامعك. انت اللي تعبان. اللي انت بتحقد عليه بينام وهو مرتاح الضمير مرتاح البال، لا ظالم حد ولا بيحقد على حد ولا بيغير من حد ولا بيتكلم على حد، وماشي في طريقه بيشوف شغل بس، فبينام مرتاح الضمير. اما الانسان اللي ما بيجيلوش نوم اللي جواه حقد وغل عمال ياكل من جواه، فاولى بدل ما كنت تمنع اي حد اهلاوي يخش الاسماعيليه كنت تمنع فريق النجوم يخش الاسماعيليه عشان تحافظ على منظرك كبرازيل زي ما بتقول. اما تاني رساله وهي اللي ايه تخص نادي الزمالك، لاعب لعب عندهم اسمه اسامه حسن. انا عارف في اهلاويه كتير ما تعرفوش، هو كان ناشئ من ناشئي الاهلي والاهلي مشاه عشان كان بيسرق من شنط زمايله واكتشفت السرقه فمشوه من قطاع الناشئين في الاهلي. اللاعب ده جه في يوم من الايام هاجم النادي الاهلي وهاجم رموز في النادي الاهلي، كابتن شوبير كابتن محمود الخطيب، وكان طالع بمنظر يعني منظر مش محترم اصلا من غير هدوم وكده، وكانوا فرحانين بيه قوي وجابوه في القناه وبيحتفلوا بيه وحاجه حفاوه وكأن الراجل جاب بطوله. وهي فعلا هي بالنسبه لهم انك تغلط في الاهلي هي دي البطوله، لان زي ما اتفقنا قبل كده هو مش بيشجع الزمالك، هو بيكره الاهلي ولو عنده وقت ممكن يشجع الزمالك. الحفاوه اللي تمت باللاعب دوت واللاعب السابق ده اللي ملوش اي انجاز ولا اي حاجه تذكر، يشاء القدر يطلع امبارح في قناه نادي الزمالك ويهين لعيبه الزمالك اهانه بيهم وبعائلاتهم
وباللي جابهم كده بنفس اللفظ كده في وجود خالد الغندور اللي هو مدعي الكابتن التاريخي لنادي الزمالك والحامي الحمى واللي بيحافظ على النادي واللي الكلام اللي انتوا عارفينه ده. فتيجي سبحان الله اللي انت كنت فرحان وبتتباهى بيه عشان بيهين او بيتكلم وحش على رموز النادي الاهلي، اهو جه عليه الوقت وفي قلب قناتك وهو بيشتم في لعيبتك اللي بيمثلوك بالاهل وبالعائله. فهي الفكره واحده، من اعان ظالم ظل على يده، وهو ده اللي حصل. ودايما النادي الاهلي حقه بيجيله حتى في عز صمته. نيجي بقى نسيبنا بقى من الناس الغواء دي ونتكلم بقى على الكرة الجميلة، على النادي اللي يرفع الراس، النادي الاهلي وعودته للدوري مع مباراة امبارح قدام نادي انبي وفوز النادي الاهلي 2-0 بس. هي فعلا 2-0 بس، النادي عنده فرص كتير جدا ودي نقطة لازم يشوف لها حل. الحقيقة اللي يشوف فرقة انبي هتقول ان ده فريق ضعيف، وناس كتير تقول لك الانبي كان وحش، انبي ما كانش كويس، انبي مش في حالته. لازم تفهم ان من احد اسباب عدم ظهور فريق بحالته هو قوة المنافس. ممكن اكون انا قوي يأثر بالسلب عليك يخليك ما تظهرش بقوة. يعني انبي امبارح هل لك ان تتخيل انه طوال المباراة 3 تسديدات بس. انبي ده نفسه السنة دي جايب في الزمالك 3 اهداف، الدور الاول 1-1 والدور الثاني كسب الزمالك 2-0. امبارح قصاد الاهلي ما قدرش يسدد غير 3 تسديدات، منهم واحدة على المرمى، يعني ما فيش اكتر من كده، ده اجمالي التسديدات. مع الزمالك قدر يحرز مرة واثنين وثلاثة. يبقى هنا الفرق ان مش انبي وحش، ولكن قوتك، تحكمك في الماتش، فوقان لعيبتك، تعليمات المدير الفني، الشكل العام للنادي الاهلي اكبر انبي ان هو يظهر بالشكل ده. لان خلينا معترفين ان في فروق فرديه، لكن كمدرب كمان كولر، وخلينا نتكلم شويه على كولر، قدر يعمل المعادله اللذيذه، المعادله الصعبه اللي هي سمات الفرق الكبيره، ان تبقى انت الفعل، انت اللي عندك المبادره، ولكن في نفس الوقت انت واقف على رجلك دفاعيا مظبوط كويس جدا، بتقدر تقطع الهجمه من بدايتها، من اقرب مكان قطع في الكوره، وحتى لو الهجمه ما قطعتهاش من بدايتها وعدت نص ملعبك، عندك من التمركز السليم ومن التوظيف اللي بتوظفه لعيبتك اللي يمنع اي خطوره على مرماك. ودي المعادله اللي قدر يعملها كولر مع استمرار الوقت ووجوده مع الفرقه اطول وقت. خلاه فعلا نقدر نشوف بصماته واضحه جدا. وبصماته واضحه ده مش كلام وخلاص، لا، فكره الهجوم، الفكر الهجومي انك عايز تكسب، بتلعب الترجي في ترجي ايا كانت الظروف، في جمهور ما فيش جمهور، في النهايه انت بتلعب في تونس في بلده وبتطلع كسبان وبتلعب من اول دقيقه على الفوز، لدرجه ان اول جون تجيبه في 7 دقايق، لا ده فكر. وانت بتلعب بقى في ملعبك، انت متحكم في المباراه، الكره في رجلك طول الوقت، والف ب كوره، طول ما الكره في رجلي انا مش هخش فيها جوال. فحته التطوير في كلمه ان الكره في رجلي دي في حد ذاتها، ان احنا في ماتش الترجي نعمل 700 حاجه و30 تمريره، ده رقم بتاع الفرق الكبيره، بتاع الفرق العالميه. قدام فرقه زي الترجي مهما كان ظروفها هي برضه فرقه كبيره، ولكن الاهم من كده تبقى نسبه التمريرات الصحيحه 95%، لا دي نسبه تخطت نسبه الفرق الكبيره كمان. ظروف ماتش الترجي ناقص لعيبه، بتيجي تلاعب انبي من الفرق اللي فيها لعيبه كوره واكتر من لاعب كويس، وفرقه كويسه في الدوري. انبي وخصوصا بعد ما جالهم تامر مصطفى تقريبا اسمه المدير الفني، لا الفرقه بقى لها شكل تاني. تعمل قصادهم اكتر من 800 تمريره، لا ده كده رقم كبير. وفي نفس الوقت دقه التمرير تتخطى 90 وكسر في المية، لا يبقى دي بصمات مدير فني، دي حاجه مش جايه اعتباطا، مش ظروف ماتش، لا ده فكر بيطبقه كولر عن طريق تقسيمه اللعيبه، الشكل العام. وبعدين تريح 3-4 لعيبه امبارح، في 4 غيرهم يجوا، انت ماشي على نفس النسق. انت عندك خط ظهر في محمد عبد المنعم راجل كوير، مش محمد عبد المنعم، جه محمود متولي مكانه، جنبه ياسر ابراهيم، السيستم واحد. مروان موجود بيربط بين خط الظهر وبين نص الملعب، في البدايه نص الملعب اللي هو بيبدا يحضر الهجمه، موجود مروان هو حلقه الوصل، موجود علي معلول ومحمد هاني بيشاركوا في بناء الهجمه، بيبدا يستلم مروان، يبدا تخش في مرحله ديانج اللي بيبدا ينقل لمرحله ثالثه، حمدي فتحي بيترمى قدام مع المهاجمين وساعات بينزل يستلم، بينزل شريف، بتلاقي تاو مره واحده بيلعب رقم 10، ممكن تلاقي الشحات حسين عبد الله بيلعب 10. الديناميكيه اللي عاملها دي، الشكل الجميل ده هو اللي خلى الاهلي ظهر بالمظهر ده، المظهر كويس جدا. فاستحواذ، لا استحواذ فرقه كبيره، استحواذ بايجابيه، ولكن موضوع اهدار الفرص. نتمنى من لعيبه معينه، يمكن عايز اتكلم على عبد القادر امبارح بدايه الماتش، لا بادئ مسؤول وبيلعب كويس. عايز اقول لعبد القادر اتمنى يا عبد القادر ما يكونش ربنا مديك منحه ونعمه
هتاخد بيها اشاده من الناس، انت تحولها لنقمه تاخد بيها نقد من الناس. يعني انت مهارتك، يعني انا اتخيل امبارح انت عبد المنعم في عبد القادر الشوط الثاني، لو انت مش بالمهاره دي كان في كور كتير قوي عملتها اسيستات بجوال او انت كنت حطيتها، لكن لان عندك المهاره فما تزودهاش عشان ما تحولش النعمه اللي انت فيها لشيء سلبي يأذيك ويأذي فرقتك. ده بالنسبه لعبد القادر، ولو انه بدايه الماتش كان افضل. شوف بقى حمدي فتحي، انت لو تاخد بالك من حمدي فتحي ودوره، حمدي فتحي في الجون الاول يمكن علي معلول هو كلمه السر. علي معلول هو مفتاح اللعب، بيستلم علي معلول بيبقى بيشحت حد ينزل يستلم منه عشان يبدا الهجمه، لما حتى ما حدش نزل عملها لحمدي فتحي، طلع الباك طلعها بدماغه، لو ان الباك يعني طلعها مش بالصوره السليمه، هي المفروض ترجع مكان ما جت، لكن مشاركه حمدي فتحي وزنقته فيها طلعت بالشكل ده، راحت لمحمد شريف. المهاره في الجون اللي جابه محمد شريف في ايه؟ مش في الحطه ولا في اللفه، لا في حته ان هو بظهره لكنه حافظ ابعاد المرمى، وهو ده الهداف. ولازم اتكلم عن محمد شريف في حاجه واشيد بيه في حاجه، ان هو راجل بعد عن التشكيل الاساسي، فبعد عن الصوره، رد فعله وتعامله مع الموقف ده هو ده اللي خلى شريف دلوقتي هداف النادي الاهلي، وبقى له 4 ماتشات بينزل يسجل. التعامل مع فكره ان انا مش موجود في التشكيل الاساسي، لا تذمر لا اتكلم لا قلب وشه ولا راح ناحيه الكاميرا، اشتغل، وهو ما شاء الله ربنا بيكرمه وجاب جول جميل امبارح، وامبارح كان اداؤه كويس. تعالى للجول الثاني، الكره ناحيه اليمين، حمدي فتحي كان بيهاجم، كان راس حربه ناحيه الشمال في الجون الاول، في الجون الثاني هو جناح يمين والباك بيطلع ضغط عليه، قطع الكره راحت لعبد القادر، اللي تحرك برده عالمي من محمد شريف اخد له الباك، فضى مساحه لحمدي فتحي يحطها له عبد القادر، راح حمدي فتحي هو الجول. لكن عبد القادر شاط، ولحسن حظه ان الجول تعامل خاطئ جدا، الف ب اللاعب لما بيتعزم ياخد خطوتين لقدام، اول ما يبدا خلاص اخد خطوتين، لا الجون عمل حاجه غريبه جدا، ده هو كان قدام رجع لورا على خط المرمى، فوسع مساحه المرمى، ومع ذلك الكره ما كانتش بعيده عنده، لكن لحسن حظ عبد القادر اخد ايده ودخلت عشان يسجل الهدف الثاني. عايز اتكلم برضو على علي لطفي اخيرا، الراجل الصراحه ما شاء الله امبارح الف سلام عليه، وان شاء الله تبقى بسيطه، ولو اني بقلق من اللي يمسك الخلفيه دي، لكن فكره ان هو لاعب ما كانش ان هو ما تحسش ان هو حارس مرمى نازل يثبت نفسه، قد ما هو لا واحد واثق في نفسه، ربنا يشفيه. وانا واثق جدا في مصطفى شوبير، عايزكم تعرفوا يا جماعه ان مصطفى شوبير من الحراس الموهوبين جدا، انا اتفرجت عليه في تمرينات ما شاء الله، يعني مصطفى شوبير انا شفت عنده سرعه رد فعل يمكن قلما شفتها في حراس مرمى، ما شاء الله موهوب، وانا واثق فيه جدا، وان شاء الله مصطفى شوبير ده هيبقى هو حارس مرمى مصر الاول الفتره اللي جايه. الاهلي على الصداره بفارق 4 نقاط عن المركز الثاني، وهو صاحب المركز الثاني وهو بيراميدز، فارق 4 نقاط، الاهلي وصل لنقطه 56، ولسه في 4 مباريات فرق بيننا وبين بيراميدز، باذن الله نكسب الماتشات اللي جايه عشان نحسم الدوري بدري، يدينا فرصه نتفرج على الناس، ويقدر كولر يتكلم او يحكم على قائمه الشكل السنه الجديده يكون شكلها ايه. عندنا ماتش اللي جاي قدام الجيش، ربنا يكرمنا فيه باذن الله، سيراميكا، ثم الحلم اللي بنحلم بيه كلنا ماتش الوداد، وباذن الله اخر السنه دي نحتفل بالدوري وب11 افريقيا في الجزيره. شكرا ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.